وهنيئا للعراقيين. أنا أريد أعبر رأيي الشخصي يا أعزائي، أنا أتمنى أن أكون ترابا تحت أقدام العراقيين الذين يخدمون الزوار في زيارة الأربعين. والله أنا أتمناها. هؤلاء قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى، لهم قابلية اللي الله اعطاهم هذه النعمة. أعزائي، أنا أعبر عن العراقيين اللي يعيشون في المهجر في بلجيكا، في فرنسا، في الإيالات المتحدة الأمريكية، في قم، في مشهد، في دولة آباد، عندنا في كل العالم عراقيين. أنا أعبر نفسي، هذا التعبير إلي، أعبر عن هؤلاء بأنهم سفراء النهضة الحسينية، حملوا فكر الحسين، فكرة كربلاء إلى العالم. أنا أتذكر أول مرة اللي رأيت ركبة طويريج وحرق الخيام رأيتها في قم المقدسة. عندما هاجرت إلى قم شفت العراقيين وهاي ركبة طويريج، وهذا العزاء موجود في بلجيكا وأستراليا والدنمارك وكل مكان. تلقى الكربلائية والزينبية والعزاء واللطم ويوم عاشوراء. يعني قاموا بما قامت به السبايا في الشام العراقيين، فهنيئا لهم. أعزائي، أتعجب يجي واحد يقول لي الإمام دعا عليهم وهذول كذا وكذا. أعزائي، دعاء الإمام على النواصب. الكوفة كانت تحمل مجموعة من النواصب. أنا أسألكم سؤال، أكو شيعي يسب علي بن أبي طالب؟ ها؟ لا الشيعي يسب علي ولا السني يسب علي، النواصب. ابن عساكر الدمشقي الأموي في تاريخه مجلد 42 عبد الرحمن يقول: دخلت على أم سلمة أم المؤمنين، قالت لي: أنت من الكوفة؟ قلت: نعم. قال: أنتم تسبون النبي؟ قال: حاشا، كيف نحن نسب النبي؟ قالت: أليس تسبون عليا؟ تبين أكو نواصب بالكوفة يسبون علي بن أبي طالب، وهؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اليوم أهل الكوفة وأهل البصرة والعراق شرفاء. أعزائي، اختار الله هذه الأمة لأهل البيت عليهم السلام. خل أعطيكم واحدة من العلل، هاي مو العلة الأصلية، أي واحدة من العلل. إذا الإمام المهدي إجا للكوفة، الصلاة الآن زوار 40 كم نفر يحضرون؟ 20 مليون، صحيح لو مو صحيح؟ إذا ظهر الحجة وأسس مسجد بالكوفة كم نفر يصلون صلاة الجمعة العالمية وراء المهدي؟ ايش كثر؟ يمكن 100 مليون، صحيح لو مو صحيح؟ هذول اللي يجون من كل الأرض يصلون خلف الإمام المهدي. أنا أسألكم، يردون طعام أكل وشرب وخدمات لو ما يردون؟ الله يعلم أن العراقيين عندهم هاي القابلية، يستقبلون زوار أهل البيت، يستقبلونهم، وأثبتوها في زيارة 40. صحيح لو مو صحيح؟ هاي واحدة من العلل أن الكوفة صارت عاصمة للإمام المهدي، ومع وجود علي أمير المؤمنين في النجف الأشرف. إذن هؤلاء قوم اختارهم الله، هنيئا لهم. ومن هنا أقول لهم: هنيئا لكم على هذه الخدمة، ويا ليت أن الله يجمعنا معكم عند الحسين في الدنيا والآخرة.